السلام عليكم أخواتي، نتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية. يلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال إن شاء الله. اليوم في هذا الفيديو غادي نحضروا مع بعض ماركة بوزلوف ولا رأس الخروف، يعني كل واحد وكيفاش يسميه. أنا مدارين طيبه في الكيكوطة، يعني في الكوكوط مينوت. هذه المرة طيبته معكم في الطاجين، جا بنين بزاف وجا رائع. يعني هي نفس الطريقة ما تختلفش، ولكن غير زعما هاد الخطرة أنا بغيت نديرها في الطاجين. يعني كما قلت لكم جات بنته شابة بزاف. دونك تبعوا معايا الطريقة، واللي ماش مشترك معايا في القناة فضلا وليس أمرا يشترك ويفعل زر الجرس هكا باش يوصلكم كل جديد من عندي. وما تنسونيش باللايك، لأنه اللايك هي اللي تطلع الفيديو وتخليه باش يتشاف أكتر. ونعتذر، يمكن الصوت تاعي ما راش واضح بزاف، ولكن هذا لأني راني مريضة شوية، يعني لا غريب. دونك نمر مباشرة للطريقة. هنا كما راكم تشوفوا بوزلوف هذا راه مشوط به بالكرعين تاعه. انا هنايا بيان سور غادي نغسله نقيه مليح مليح، يعني نرده بيض يشعل كما راكم تشوفوا. تحكوا غايه تغسلوه بيان سور، تشلوه مليح مليح هكا باش يكون نقي، باش ديروه في الماء يغلي. انا هنا راني موجده الماء في القدره، ندير فيه يعني حبه تاع بصل تكون كبيره، نقطعها بهذه الطريقه، وندير معاها الرند، وندير الملح في الماء، ونحط البوزلوف نديره داخل في هذا القدره هكا باش يغلي ويطيب، يعني يطيب غايه. هذا البوزلوف كي يبدا يغلي غادي يدير لكم واحد الوجه من الفوق. هذيك الطبقه اللي يديرها من الفوق نقلعوها. انا هنايا راحت لي في الفيديو، يعني هذاك المقطع راح لي. يعني كي تشوفوا هذيك الطبقه دارها تقلعوها كاع بالمغرف وتخلوه يغلي. هنا بيان سور كي طاب شوفوا ما شاء الله كيفاش طاب، يعني راه دايب نيشان، راه يعني تشوفوا داك اللحم تاعه وخر على العظم، تعرفوه بلي طاب. انا هنايا نخليه يبرد ونديزوسيه كاع نقلعه. بون هنايا الصوالح، يعني المكونات تاع الماركه. عندي حبه بصل قطعتها كارويات صغار، عندي زوج سنات ثوم ربيتهم، ملعقه كبيره تاع طماطم مصبره، حبه طماطم ربيتها، وفي لي ملعقة صغيرة فلفلة حمراء، ملعقة صغيرة كركم، ملعقة صغيرة تاع الملح، ملعقة صغيرة الحرور ولا فلفل أسود، عندي وحدة مرق دجاج، وعندي ورقة تاع الرند. هنايا نجيب الطاجين نحطه، ندير فيه واحد 4 ملاعق كبار تاع الزيت هاكا بهاد الطريقة كيما راكم تشوفوا. يعني الطياب تاع الطاجين يجي بنين بزاف بزاف. نحط هذيك الحبة تاع البصل، قلت لكم انا الحبة تاع البصل هنا ما ربيتهاش قطعتها، ونزيد عليها زوج سنات تاع الثوم اللي كنت مربيتهم هكا بهذه الطريقة، ونحركو بالملعقة تاع اللوح. بيان سور ما ديروش الملعقة تاع الحديد، ما تحركوش بها في الطاجين باش ما يخسر لكمش. هنا غادي نزيد وحدة تاع مرق الدجاج نديرها معاهم، ونخليه نحطه فوق النار. بيان سور هنايا انا ما حطيتش الطاجين ديريكتومون فوق النار، درت شوفوا طاجين تاع الحديد تحته، باسكو يليق دائما ديروا حاجه تاع حديد تحته باش ما يكحل لكمش. دونك درت هذاك الطاجين وحطيت فوقه هذاك البصل يتقلى، وعلى جهه جيت باش نديزوسي اللحم، كان برد شويه، قعدت نديزوسي فيه كما راكم تشوفوا. يعني تقلعوا اللحم على العظم هكا، يعني الاطراف اللي تكون كبيره تقطعوها نتوما بعدا بالخدمي، يعني تقطعوها قطع صغيره هكا. نكمل نديزوسيه. هنا شوفوا كي راه طايب مليح، راه ينقلع معايا بسهوله تامه. انا هنايا راني ندير بالخدمي، يعني بالسكين، باسكو اللحم تاعه مازال حامي. بصح شوفوا كيفاش راه يطير، يعني ينتزع بسهوله. شوفوا ما شاء الله كيفاش راه طايب. هنا انا المنطقه تاع الانف هذيك ما نديرهاش، دوك تشوفوا غادي نقطعها، يعني نرميها ما نديرهاش مع اللحم تاع الراس تاع الخروف. هذيك المنطقه نقلعها انا، ها ما نديرهاش. وتسيو يعني تقلعوا كاع اللحم منه، باسكو يجي معمر اللحم، ولكن اللي تعرفوا كيفاش تقلعوه باش ما تخلوهش لاصق في الراس. انا هنايا نديزوسي كاع الراس هذا نقلع منه اللحم اللي فيه، ونروح تاني للكرعين تاني نديزوسيهم هما تاني، نقلع كاع منهم اللحم باش نديره يطيب يعني في رحبه.
هكا بهذه الطريقة. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الطريقة هذه تاعي. هنايا بيان سور رحت هذاك البصل بعد ما تقلى، درت عليه هذيك الحبة تاع الطماطم وزدت عليه لي زيبيس تاعي ونحركهم بهذه الطريقة كما راكم تشوفوا. هكا كما قلت لكم الطاجين يبغي الوقت، يعني كي طيبي فيه خصك ديريه يعني ديريه شويه بكري باش يطيب طيب لك الماكله غايه. يعني هو هذه هي السر تاعه، يعني ليق طيبيه شويه بكري. هكا يعني بعد ما قليتهم كاع كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. درك هنايا انا غادي نجيب هذاك شوفوا كيفاش تقلى الله يبارك. دوكا هنا نبدا نضيف في هذاك البوزلوف لي ديزوسيتاه بيان سور. دوكا نزيده نديره في الطاجين. انا هذا الدخان اللي كنت تشوفوا فيه راه يطلع هذا تاع الطاجين باسكو شريته عاد جديد ودرت له البيض تاع في الماء ودرت له زيت زيتونيتو. دونك هذا البخار اللي راه يطلع هذا الدخان تاع زيت زيتون اللي كنت دايره فيه على بها من اول استعمال قاعد يطلع كيما هكا. دونك هنايا درت كاع اللحم تاع البوزلوف درته في الطاجين كما راكم تشوفوا. هنا درت كميه تاع حمص منفخ، يعني هذا الحمص راه طايب بريسك راه طايب، يعني تزيد غير شويه وصايي. نحرك كل شيء مع بعض هكا كما راكم تشوفوا. انا هنايا دائما في الطاجين هذا تاع الطين تمرقوا بالمحامي، يعني ما ديروش فيه الماء بارد، تمرقوا بالمحامي. انا هنا دايره على جهه الماء راه يغلي، دوك هو اللي غادي نمرق به ونخلي البوزلوف تاعي يطيب في غرته. هنايا يعني مرقت درت حوالي كأس تاع ماء محامي كما راكم تشوفوا، ها هو راه يغلي. هكا نحركو كل شيء كما راكم تشوفوا. غادي نزيد نضيف شويه تاع الماء كما قلت لكم، يعني كل شيء درت حوالي كأس تاع ماء يغلي. هكا هنايا نغطي الطاجين ونخليه يطيب، يعني هنا يطيب في غرته. هنا دير واحد الساعه ونص تاع طياب. شوفوا ما شاء الله كيفاش طاب البوزلو والحمص، يعني جاو دايبين. هنايا انا رفقتهم مع البطاطا مقليه، نتوما عندكم حريه الاختيار، تبغوا تزيدوا معاهم غير سلطه يعني كيما تبغوا نتوما. شوفوا النتيجه الاخيره كيفاش جا شبه بزاف وبنته تاني شابه بزاف ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه اللي درتها معكم وتعجبكم، وما تنسوش الاشتراك واللايك، والى اللقاء.